وتيقولوا بان الجزائر طلعت راه بزاف حنا دابا في البيع والشراء ما كاين لا بيع وشراء لا والو، هادشي راه بزاف على المواطن بزاف كاع. دابا صحاب الفوارم اللي شادينهم الناس الكبار هما اللي كيتحكموا في طالع ولا هباط ولا هكا، صافي كيبقاو يشعلوا فيها. صافي حنا خويا هادشي ولفناه، هادشي ولا عندنا عادي، البيض عمره ما يطيح. كنمشيو للطيعات كنلقاو السلعه متوفره الحمد لله. كاين شويه ديال نقدروا نقولوا شويه الاحتكار، شي شويه ديال التدخل ديال البيع والشراء الكبار اللي في المغرب اللي محتكرين هذه الماده حاليا اللي بسببهم ارتفع البيض. وتيقولوا بان الجزائر طلعت راه بزاف سميتو. حنا كنا موالفين نشوفوا درهم 2 دراهم زايده ماشي مشكل، كان جا تيوصل كاع يوصل كان 240 260 300 320، ودابا نوصل 560 وهذه ما بقاش حتى قبل ما بقاش حتى الناس ما بقاوش يزعموا عليه. دابا تقبض الثروه حتى تعبروا الانسان تيقتل 70 درهم 80 درهم، بنادم تيقول لك اخويا غالي عليا تطلقوا. حنا دابا في البيع والشراء ما كاين لا بيع والشراء لا والو، هاد الغلا ما عندناش فيه شي رباح ولا شي حاجه. دابا هما موالين الفيلم ما تطلقش عليهم درهم تيوليو يغوتوا تيقول لك راه حنا طعنا فيه ودرنا وفعلنا وتركنا، وحنا دابا هما زايدين 10 دراهم وتا 11 درهم 13 درهم زايده وباقي ما بغاوش يقنعوا. الناس دابا خايبه ما توصلش ليه دابا. هذا شوف السوق كيخاوي، شوف السوق خاوي. هو عندي انا لي سيمانه هو عندي هنا راه شبكه فيها 2 شباكي فيهم تقريبا 30 طير 27 طير ما كاملاش كاع 30. هيا بقى عندي كلها. لا البيع والشراء ما تيجيش في الثمن، البيع والشراء تيضرب على درهم درهم ونص حتى 2 دراهم. فيه جاي لاباس عندك غير ليله وحده تيدي لك 2 دراهم في الكيلو. لاباس عندك في الليل خاصك تسيروا له الماكله ضروري، خاصك المهم ما تخليش بلاش. قال لك مات لهم الدجاج في هذا الصاد الله اعلم، راه بنادم تيموت ماشي الا الدجاج. واخا نقول المسؤولين خاصو شويه يهبطوا شويه السلعه، راه بزاف على المواطن، هادشي راه بزاف على المواطن بزاف كاع. شنو السبب ديال هذا؟ ديما تتكون الازمه تتكون مع هذه الوقيته في العام، حيت الطقس ما تيساعدش. سمعتي باش الطقس دابا حتى الكوار اللي كيدير 40,000 يدير 20,000 باش ما يموت ليهمش، وكاين الطلب اكثر من العرض، واللحم غاليه. اللحم دابا ب 130 درهم ما يصيرش دير باش كيقضي بالدجاج، ولا باس ملي غير 30 درهم و 29 درهم. الحمد لله لا كاين بشر كثير الحمد لله يرزق الصحه والسلامه. الدجاج ما غاليش، سمعتي باش ما غاليش يعني الطلب اكثر من العرض. سمعتي باش كاين زعما ما تقولوا غالي ما غاليش، الطقس اللي ما مساعدش هذا العام هذا من 26 24 26 الصغير 24 جمله، الكبير 26، الحوانت 29 برا 28. صافي بقى على حسب السلعه يعني باش على حسب، حيت ماشي الكاليتي وحده كاين ديفيرانس. الحمر ثاني بوحده ما نقولش الدجاج كروازي تا هو ب 25 درهم 22 صافي با. هادشي اللي كاين. هاد البيض هذا دابا البيض اخويا شنو نقول لك، ماشي حنا اللي كنتحكموا فيه ولا المواطن. البيض اخويا دابا ولاو شي انواع دابا صحاب الفوارم اللي شادينهم الناس الكبار هما اللي كيتحكموا في طالع ولا هباط ولا هكا، ولات هما هذيك الشهرين ديال العيد اللي كيكونوا عباد الله مسافره وعباد الله مليه مع كل فين ملي كيطيحوا شويه كيسكشوا عباد الله. كدوز واحد الشهر شهرين من العيد كبير كيحيدوا السطوب صافي كيبقاو يشعلوا فيها. صافي حنا خويا هادشي ولفناه، هادشي ولا عندنا عادي، البيض عمره ما يطيح. هاد الناس باقي اللي كيتحكموا فيه الناس اللي ماشي خارج الدومين هما اللي ما كيتحكموا فيه. اما ديك الناس اللي كانوا شويه كيحنوا عليك وكيرافوا لك كلهم مساكن داروا فايت، كله غارق في الديون. كاين اللي مسكين كاع انتحر. بزاف ديال الناس اخويا كانوا هما اللي كنا كنربحوا معاهم منتجين صغار، ما بقاوش هذوك ولاو الناس الكبار
كاين لواحد برلماني وداير فيرما وكذا هو اللي كيتحكم. خويا انت جيتي لا غافلوش بان لك شي واحد كيدور عندك، راه ما كاينش خويا عندي المحل انايا دابا اللي دا شي فايج كيدوز فيه 3 ايام 4 ايام كيعاني مسكين تا هو كشار منا. كيتعطي دابا شي 5000 درهم ديال 6000 درهم، والله الا خويا كاين كيجي ناقصك ب 500 درهم مشى دير معاه. كيبان لي اخي هذا الغلاء يبقى مستمر، وهادي باقا ما كاينش الدخله ديال المدرسه. النهار ان شاء الله يدخل المدرسه تشوف ثمن اخر. دابا البيض حنا ولفنا 130 فرانك 140 فرانك من هذا الشهر اللي تفوت هذا الشهر ديال الصيف ان شاء الله، وتشوف عاوتاني اثمنه. سبب ارتفاع البيض هي اسباب عاديه جدا. كما كتعرف جميع المواد الغذائيه مرتفعه مقارنه مع جميع المواد الغذائيه، فالثمن دابا اللي كاين ديال البيض فهو تقريبا نقدروا نقولوا حنا مقارنه مع هادشي اللي كاين في السوق راه ثمن عادي. هو كاين ارتفاع صراحه اللي هو كبير، ولكن نقدر نقول لك انا راه ارتفاع عادي جدا. ما نقدرش نقول لك التصدير ما عنديش شي حاجه اللي تثبت بان التصدير كاين 100% باش نكونوا واضحين. هو تيقول لك راه كاين تصدير، ولكن حنا التصدير حتى الان ما عندناش شي حاجه اللي هي ملموسه. اللي كنعرفوا حنا ان السلعه في الضيعات موجوده، كنمشيو للضيعات كنلقاو السلعه متوفره الحمد لله. كاين شويه ديال نقدروا نقولوا شويه الاحتكار، شويه ديال التدخل ديال البيع والشراء الكبار اللي في المغرب اللي تقدر تقول محتكرين هذه الماده حاليا، اللي بسببهم ارتفع البيض. لان فاش كتمشي للضيعه كتلقى البيض موجود بكثره. الاسباب المرتفعه على البيض صراحه قال لك ولا يتصدر المصر الشقيقه، فهمتي، وبنادم متضرر بزاف لحقاش البيض يلاه شي جوج سيمانات دابا كنا تناخذوا مثال بهذيك 80 فرانك تنبيعوه بدرهم تيخلي لنا المروه كبياضه. بالخصوص اللي بحال انا دابا كاري محل غالي، عندي بزاف ديال صحابي والاصدقاء كاري محلات غاليين، دابا متضررين. في المثال تتولي تلعب على 8 فرانك 7 فرانك في التسقيط ما مخرجكش، فهمتي البلان. يعني ما تيخليو ليناش فين ناكلوا الخبز حنايا، وما تيخليوش المواطن فين تا هو ياخذ البيض بالكثره. دابا البيض على نهار على نهار تيتزاد، ويعني التجاره عاديه جدا، كاينش شي بيع وشراء وتنسمعوا البيض تيتزاد وما كاينش الربح، فهمتي. وصراحه ناس كاينين بزاف الناس متضررين بالخصوص في هاد الايام، والله الا شحال من واحد يوقف قسما بالله بالخصوص كيف ما قلت لك، لا كنتي كاري ولا ربما كاري غالي الله يحسن لها. كلشي حداكم تمشوا الاثمنه. الاثمنه ديالي انا كنبيع البيض دابا على ريال في الطبله، وفيها الكوسور وفيها البيض كتخرج بيض ما هواش، فهمتي. كاينه 25 البيض عادي، كاينه الرشمه دايره 90 فرانك حتى 100 فرانك درهم، كاين الجمحه الكروازي دير 35، كاين الجمحه العادي دير 30. المهم راه كلشي مازال حنا راه بينه وبين الشعب راه كنتسول عليه اي كليان هنايا يقول لك انا راه ارخص واحد في البيض ما بقاش فيه الثقه. غتلقى بالك السوق عيان شويه، كيبان لك السوق هو كتقول انا ما نتقداش فوق سلعتي، كتبغي تقدا غدا كتبقى تشعل. ولكن فهاد الشيء شكون كيساهم؟ هو البياع والشراي. مول الفيرمات كيجي الصباح كيقول لك كاين عنده واحد الجروب ديال البياضه مجموعين فيه، كل فيرما عنده جروب ديالها، كيجي واحد كيعطي 110، كيجي واحد 112، واحد 114، راه بيناتهم هما الشكار كيزيدوا بيناتهم.